سيب الملك للمالك، احنا الاول يا زمالك. الحمد لله الماتش ده انا بصفه شخصيه كنت متخوف منه، ولقيت ان معظم الزملكاويه النهارده حتى اللي بتفرج معاهم كانوا قلقانين لكذا سبب. اولا، انت راجع بعد توقف دولي حوالي اسبوعين، وعاده انت لما تبقى ماشي كويس وبعدين تقف وبعدين ترجع، مش شرط ترجع زي ما انت كنت مكمل، ممكن ترجع على حالة اسوأ، والعكس. زي ما حصل معانا في التوقف الدولي اللي بعد بطولة افريقيا، كنا وحشين قوي قبل بطولة افريقيا وكنا يعني الناس كلها عمالة تتمسخر علينا، ورجعنا بالاداء القوي اللي الحمد لله لسه كمل معانا. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتلعب فرقة رخمة مصر، الحمد لله انت كعبك عليها السنة دي عالي. لعبتها 5 ماتشات، كسبتها 4 وتعادلت 1، 2 في الدوري رايح جاي، 2 كونفدرالية، كسبت 1 وتعادلت 1، وحتى في الرابطة اللي انت خسرت فيها انتوا الأرض كسبتهم يعني، وانت كنت وحش جدا برضو الفترة دي. ففرق تالت حاجة، خلاص انت بتلعب 6 ماتشات بتاعت مرحلة الحسم، فماتش صعب. رابع حاجة، انت اللي عليك ضغط دايما لان انت متصدر، فكل مستنيك تقع. سادس حاجة ان المصري اصلا جامد بعيدا عن اي حاجة. المصري جامد، المصري يا باشا بينزل لك من على الدكة عمر الساعي وكريم بامبو ومحترفين انا مش فاهم فرقة جامدة فعلا، وجايبين مدرب اجنبي جزائري، بس ده مش مصري فاجنبي. هتقعد تقول لي هو جزائري اجنبي؟ اه جزائري ايه؟ محلي اجنبي. فالحمد لله انك تكسب 4-1 في اول ماتش، دي حاجة نتيجة ممتازة. ماتش في وسط الاسبوع في اسكندريه، برج العرب، بعيد، والناس ما شاء الله راحت. جو تلج، يعني برد مش تلج بس برد، الناس راحت وازرت. بتبدا الماتش بيخش في جون في اول ربع ساعه، سيناريو زملكاوي ان انت هتتكركب وبتاع وتبدا، والدنيا فضل وساتر من ربنا بتتعادل وبتتقدم قبل الشوط الاول ما يخلص، ودي حاجه نتيجه ممتازه احسن ما تكسب 1-0. يعني انت لو ماشي 0-0 وجبت جون قبل ما الشوط يخلص طلع كسبان، حاجه كويسه. لكن لما تكون خسران وترجع، انت بقيت انت الابر هاند او اليد العليا، انت اللي ماسك زمام الامور، والفرقه اللي قصادك هي اللي وقعت. نزلت الشوط الثاني، هم ماسكين كوره عليك طبعا، اول لحد الدقيقه 70 مثلا هو ماسك كوره عليك، انت مش شايف حاجه وراجع انت لورا خالص. بس انا مش قلقان لان هو ما بيهاجمش. يعني حتى عصام عبده المذيع معلق الماتش عمال يقول لك سيطره من المصري من اول شوط. هو ماسك كوره بس استحواذ سلبي. يا فرحتي، يعني انا ماسك كوره ومش عارف اوصل وخسران اصلا، فده فشل مش حاجه صح. لما انا بقى ماسك كوره وانا كسبان والفرقه التانيه مش عارفه تاخدها مني، ده نجاح. او انا امسك كوره واوصل بيها للجون، لكن هو ما راحش عليا خالص. بالعكس الشوط الاولاني كانت الاستحواذ معايا، وهو كان اخطر بكتير في الشوط الاولاني. تحيه لناصر ماهر. ما فيش مهاجم بتمشي معاه عشان سالك والكلام ده طبعا، يعني ده فيها جزء، لكن هو مهاجم جامد. في لعيب ما حدش واخد باله منه النهارده، محمد اسماعيل ممتاز. كل الالتحامات، الثنائيات، الكور الهوائيه، الكور الارضيه، بيعمل تاكلز في وقت ممتاز. لعيب هايل، مش خدش حقه عشان احنا كسبنا 4 فالسكسيه يروح للمهاجمين، وعشان هو ما جابش جول مثلا زي حسام عبد المجيد، وعشان احنا ما كناش مضغوطين قوي طول الماتش فالدفاع مش هيطلع بالسكسيه. لكن محمد اسماعيل لو حد ركز معاه النهارده ممتاز.